لو تصير شمسنا هذه سواد، لو تكون أرضنا كوم رماد، لو أخاف شعبنا تحت الزناد، لو يظنوا أننا جمع وباد، قسمان قسمان قسما يلقوننا في كل واد، حينها ستعتلي رايات تلك رايات الجهاد. اهلا بيكم في فيديو جديد. خليني ابدا بسؤال وما تاخدش السؤال ده على الاعصاب. هو ازاي راجل مات من اكتر من 700 سنه لسه اسمه قادر يقسم يخوف ويرعب ناس كتير؟ ده مش بس كده، ده احنا في 2026 بمجرد ما اسمه يتقال تحصل خناقات قد كده. ومش بس كده، ده احنا في 2026 بمجرد ما بيتقال اسمه الدنيا بتولع. ازاي اسم واحد لما بيتقال ناس بتقف، ناس بتشتم، ناس بتحترم، وناس بتنتقد، وضيف عليهم ان في ناس بتقوم تستخبى؟ ازاي عالم اتحبس اتمنع واتحط جوه الزنزانه لحد ما مات كان تاثيره اقوى بكتير من ناس عاشت حياتها طول عمرها في قلب الحريه؟ النهارده احنا مش داخلين نمجد ولا داخلين نلعن ولا داخلين نعمل حلقه وعظ، النهارده داخلين نحكي قصه بني ادم قال كل اللي مقتنع بيه حتى لو العالم كله وقف ضد. قصتنا عن ابن تيميه، العالم المحارب السجين اللي عاش عمره كله بيحارب في معركه مفتوحه. ابن تيميه اتولد سنه 1263 ميلاديا في مدينه حران. بس على فكره حران دي ما كانتش مدينه عاديه، دي مدينه التتار دسوها والخوف فيها اكتر بكتير من اي لحظه امان. هو طفل شاف مدينته بتولع، كتب بتتحرق، ناس بتهرب، وكل الاشكال اللي تضر الواحد نفسيا هو شافها. يعني العقل ده اتشكل وسط الخراب ده كله. لما اهله هربوا على دمشق ما هربوش باجسادهم بس، هربوا بعقيدتهم بتراثهم بخوفهم. ابن تيميه كبر وشاف ان الدنيا ما بترحمش وان اللي مش هيقف هيتداس. بدري قوي كان واضح ان احمد ابن تيميه هيكون العالم الكيوت ده، هيكون حافظ وفاهم وذكي، بس لسانه سابق عقله وعقله سابق عصره. كان بيسال اسئله العلماء ما بيحبوش يسمعوها. ليه بنقلد؟ فين الدليل؟ قال الله ولا قال فلان. هو عنده حوالي 20 سنه كان بيدرس لناس اكبر منه، مش بس اكبر منه، لا واشهر منه كمان. ولاحظ ان ده كان في مجتمع بيقدس السن والاسم والهيبه، يعني من الاخر كده كان بيكسر النظام من غير ما يقصد. ابن تيميه دخل في صدام مع الكل تقريبا، مش عشان بيحب الخناق، لا هو كان شايف ان الدين متغطي بطبقات والناس نسيت الاصل. هاجم علم الكلام والفلسفه المجرده، التصوف اللي شايفه منفصل عن الشريعه، وقال جمله كانت كفيله تولع الدنيا، وقال لك ان الحق ما بيتعرفش بالرجاله، اعرف الحق وهتعرف اهله. الجمله دي كسرت اصنام مش بشر، ومن هنا اتفتح عليه باب ما اتقفلش طول حياته، وهو باب السجن. ابن تيميه دخل السجن وخرج ودخل وخرج ودخل تاني وخرج برضه، لدرجه ان السجن بقى جزء من يومه. بس الغريب ان هو كان جوه السجن اخطر، كان بيكتب وبيفكر وبيعلم، كان بيأثر من غير منبر، من غير دخوله للجامع. في مره اتمنع من الورق والاقلام وحتى الكتب. تخيل راجل عقله ده كله حبس من التفكير المكتوب. سأل ايه يعني اللي في دماغي مش محتاج ورقه وقلم؟ تفتكر ده كان شجاعه ولا لا مبالاه ولا ايمان ولا ايه بالظبط؟ في وقت كان فيه العلماء بيطاطوا قدام الحكام، ابن تيميه وقف قال للسلطان كلام كان ممكن يوديه لحبل المشنقه. قال له انت مسؤول قدام ربنا عن الظلم حتى لو باسم الدين فهو حرام. ولما التتار دخلوا وادعوا الاسلام بس حكموا بقوانينهم هم مش بالاسلام، قال دول مش مسلمين بالحكم حتى لو نطقوا الشهاده. الكلام ده كان قنبله، عالم بيفتي ضد قوه عسكريه مفيش زيها، وده خلاه مش بس عالم، ده قائد رأي، وده نوع اخطر بكتير. ابن تيميه كان مخيف وده لاسباب كتير. اولا لان هو ما كانش وسط وما كانش دبلوماسي، ما كانش بيلف وبيدور، شايف ان الحقيقه واحده وان الباطل واحد، ان المجامله خيانه. وده على فكره في اي عصر هو صفه انتحاريه. هو ما كانش ملاك ولا معصوم ولا دايما صح، بس كان واضح دايما. اخر سجن دخل فيه كان النهايه، مات سنه 1328 ميلاديه، ومات وهو جوه الزنزانه، لا ضوء ولا منبر ولا صوت. بس المفاجاه يوم جنازته دمشق كلها نزلت، ناس كانت بتختلف معاه بس نزلت. فكروا ليه؟ عشان احنا كبشر بنحب الانسان الواضح اللي مش مزيف، بنحترم ده جدا حتى لو على عكس هوانا. تفتكر ابن تيميه مشكله ليه؟ مشكله عشان بنقراه بعيون مش بتاعته، بنستخدمه كسلاح لناس عايزاه صنم وناس عايزاه كشطان. والحقيقه هو ولا ده ولا ده،
هو انسان عاش في زمن نار وفكر بعقل نار ومات وهو واقف. السؤال الحقيقي مش هل ابن تيمية صح ولا غلط، الأهم احنا ليه بنحب الأفكار الجاهزة وبنخاف نفهم السياق. بس كده دي تكون نهاية حلقة النهاردة، اشوفك الحلقة الجاية، سلام. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا.